ومن المؤسف أن العالم الإسلامي إلا ما نادر يرون أن الحجاب إنما هو تغطية الشعر فقط، شعر رأس المرأة، ثم يبقى الوجه باديا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب عمدت إحداهن إلى مرطها فشققنا هو وتلفعن بها فشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا يصير رأس المرأة كالغراب إذا كان الوجه باديا، كانت ذات حسن كأنه قمر، وإنما تكون كالغراب إذا أدارت الخمار عليه وصار له رأس يرتفع كمنقار الغراب. وعائشة لما ذكرت قصة الإفك قالت عن صفوان رضي الله عنه: وكان يراني قبل نزول آية الحجاب، فهو رآها نائمة وعرف إنها عائشة. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين في كل مكان لصالح العمل، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوفق الأمة الإسلامية لتعظيم شعائر الدين والتمسك بإحلال ما أحله الله جل وعلا ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله، وأن يحقق الله لهم التعاون على البر والتقوى.